أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في كل بيت وفي كل مدرسة. معكم مستر عزت في قناتي عمو زيزو. تجدد اللقاء مع مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي للترم الثاني، ودرس جديد من دروس مادة الفيزياء. هشرح لكم درس النهارده بطريقة مبسطة ومفصلة مع الأمثلة، وهتلاقي في الآخر ملخص كامل للدرس بجانب أسئلة وواجب حضرتك هتحله وتبعت الإجابات بأرقامها في التعليقات. ولو احتجت أي مساعدة في المادة ما تترددش واكتب في التعليقات، هتلاقيني دايما موجود. القناة هتساعدك تذاكر أونلاين من البيت وتقفل المادة بدون دروس خصوصية، بجانب متابعة دورية وأسئلة ومراجعات وامتحانات، وكله بالمجان. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبدون تأخير يلا نبدأ في درس النهاردة، وهو قانون نيوتن الثاني. أهلا بكم من جديد. درس النهاردة بيتكلم عن قانون نيوتن الثاني، وعشان نفهم الدرس كويس محتاجين نركز على 4 عناصر أساسية. أول عنصر إيه معنى قانون نيوتن الثاني؟ ثاني عنصر إيه العوامل اللي بتأثر فيه؟ ثالث عنصر وحدة قياس القانون أو القوة الناتجة عن قانون نيوتن. رابع حاجة القانون ذات نفسه. نبدأ بأول حاجة قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني ده ببساطة علاقة بين العجلة وبين الكتلة والقوة. علاقة بين العجلة وبين الكتلة والقوة. طيب ايه النص بتاع قانون نيوتن؟ قانون نيوتن بيقول ان القوى المؤثرة على الجسم تتناسب طردي مع العجلة وعكسي مع الكتلة. في 5 حالات للقانون ده. الحالة الأولى لو في قوتين متساويتين في المقدار بيأثروا على نفس الجسم. عندنا قوتين، القوة الأولى بتساوي القوة التانية، والاتنين بيأثروا على نفس الجسم، بس واحدة في اتجاه والتانية في الاتجاه المعاكس. طيب التأثير بتاع الجسم، لو الجسم ساكن القوى المؤثرة عليه مش هتتلاشى بعضها البعض، فمش هيكون ليهم تأثير، فهيظل الجسم ساكنا. طيب لو الجسم متحرك القوة اللي بتأثر عليه هتخليه يتحرك بسرعة منتظمة. طيب تمام. ايه الحالة التانية؟ الحالة التانية لو قوة ثابتة بتأثر على الجسم بس لا تساوي صفر، هنا الجسم هيبدأ يتحرك بعجلة منتظمة. يتحرك الجسم بعجلة ايه؟ بعجلة منتظمة. عندنا بعد كده الحالة الثالثة لو أثرنا بقوة مختلفة على كتل متساوية، الكتلة اللي بتتأثر بقوة أكبر هتتحرك بعجلة أكبر. يعني قدامنا في المثال عندنا عربية واحد بيزقها واحد، وعربية بيزقها 2. أنا عربية هتتحرك أسرع؟ أكيد العربية اللي بيزقها 2. طيب الحالة اللي بعد كده لو عندنا قوة متساوية بتؤثر على كتل مختلفة، يعني عندنا عربية صغيرة وعربية كبيرة بيدفعهم نفس الشخص، فأكيد العربية اللي كتلتها أقل هي اللي هتتحرك بعجلة أكبر، وبالتالي العربية اللي كتلتها أكبر هتتحرك بعجلة أقل. من هنا نستنتج إن العجلة بتتناسب طرديا مع القوة، يعني كل ما القوة تزيد العجلة إيه؟ بتزيد. طيب والعجلة بتتناسب عكسيا مع الكتلة، كل ما الكتلة تزيد العجلة ايه؟ هتقل، هتحرك بسرعة، هتحرك بتسارع أقل، والعكس صحيح. عندنا بعد كده القانون. قشطة مصر غالبا بسرعة على العنصر الثاني وهو القانون. عندنا ان الاف بتساوي معدل التغير في كمية التحرك. معدل التغير اي تغير بيبقى فيه زمن، يبقى دي الاف هتساوي دلتا بي على دلتا تي. طيب احنا واخدين في الدرس اللي فات لو كنتوا فاكرين ان البي دي عبارة عن الكتلة في السرعة، البي بيساوي الام في الفي. راجع الدرس الاولاني لو انتش فاكر. طيب نستنتج من القانون ده ايه؟ نستنتج من القانون ان الاف هتساوي الام اللي هي الكتله معدل في مضروبه في معدل التغير. معدل التغير السرعه الابتدائيه اللي هي في فاينل ناقص السرعه الابتدائيه اللي في اي تيل اللي هي اي تينال اللي هي السرعه الابتدائيه على التغير في الزمن. عندنا بعد كده ان الاف هتساوي ايه؟ الاف هتساوي الكتله مضروبه في الدلتا في اللي هو معدل تغير السرعه على الدلتا تي، وده هيدينا ان الاف بيساوي ام. ده نص قانون نيوتن الثاني، ان الاف بيساوي الام في القوه بيساوي الكتله مضروبه في العجله. في قانون تاني بنستخدمه في حل المسائل لو احتاجنا، ان الاف المحركه لو في حاله جسم بيتحرك على سطح له احتكاك، الاف المحركه هتساوي الاف المؤثره ناقص ايه؟ الاف او القوه الخاصه بالاحتكاك. قشطه مستر يلا بينا بسرعه على العنصر الثالث. العنصر الثالث بيتكلم عن وحده القياس. طيب ايه هي وحده قياس القوه؟ زي ما احنا متعودين بنطلع وحده القياس من القانون. عندنا الاف بيساوي الام في الايه؟ الكتله في العجله. طيب وحده قياس الكتله ايه؟ فلما تجيب وحده قياس القوه هتجيب وحده قياس الكتله مضروبه في وحده قياس العجل. وحده قياس الكتله كلنا عارفين انها الكيلو جرام، ده اول حاجه. تاني حاجه وحده قياس العجله ايه؟ متر على الثانيه تربيع. يبقى وحده قياس القوه هتساوي حاصل ضرب وحدتين القياس. وحده قياس القوه هتساوي كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، ودي بتكافئ النيوتن. بتكافئ ايه؟ النيوتن. طيب عايزين نجيب تعريف للنيوتن. زي ما اتعودنا ما بنحفظش حاجه في الفيزياء.
النيوتن عشان تجيب التعريف بتاعه ببساطه جدا هتعرف هو بيقيس ايه. كلنا عارفين ان نيوتن بيقيس وحده قياس الايه القوه. لما تيجي تعرف النيوتن هتقول هو القوه او مقدار القوه، وبعد كده تخلي اللي في القانون عندك كله بوحايد. ايه اللي عندك في القانون؟ عندك الكتله والعجله، فهتقول النيوتن هو مقدار القوه اللي بتكسب جسم عجله مقدارها واحد، تكسب جسم عجله مقدارها واحد وكتلته ايه 1 كيلو جرام. يبقى هتقول النيوتن هو وحده قياسه ايه نيوتن ده وحده قياس القوه. يبقى هتقول النيوتن هو القوه اللي بتكسب الجسم، وتخلي الباقي كله واحد اللي عندك في القانون كله واحد، اللي بتكسب الجسم عجله مقدارها 1 متر على الثانيه تربيع وكتلتها 1 كيلو جرام. قشطه يا مستر. اللي بينا بسرعه العنصر اللي بعد كده. العنصر اللي بعد كده العوامل اللي بيتوقف عليها قانون نيوتن الثاني. برضه من القانون مش بنحفظ حاجه، بصيت للقانون هتلاقي ان العوامل اللي بيتوقف عليها قانون نيوتن هي الكتله اول حاجه، ثاني حاجه العجله. طيب ايه معادله ابعاد قانون نيوتن الثاني او القوه؟ معادله الابعاد الام تساوي الام في ال في التي اس سالب 2 زي ما اخذنا في الترم الاول. عندنا بعد كده العلاقه بين العجله والقوه والكتله. العجله لو حطيناها على المحور الرأسي اللي هو واي، والكتله لو حطيناها على المحور الافقي هي والقوه. لو جيت رجعت للقانون هتلاقي ان الاي بيساوي اف على ام. الاي والاف الاثنين في الايه في البسط، فهي الاثنين مع بعض يبقى الاثنين التناسب ما بينهم ايه تناسب طردي، بيمثل بخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. طيب الكتله والعجله بينهم تناسب عكسي، عشان دي في البسط ودي في الايه في المقام، فكده التناسب هيبقى عكسي. بس احنا رسمناها بنفس العلاقه ليه؟ الاثنين بيمثلوا بنفس العلاقه ليه؟ عشان انت هنا عامل علاقه بين الايه والواحد على ام مش الام. ركز في الحته دي كويس، انك لو عملت علاقه بين الايه والام هيبقى تناسب عكسي، السهم هيبقى بالمقلوب. بس هنا عايزين نعملها تناسب طردي، فهتبقى بدل ما ام هتبقى 1 على ام. عندنا شويه ملاحظات. الملاحظه الاولى ان القوه كميه متجهه. ليه بقى؟ لان حصل ضرب كميه قياسيه. الاف بيساوي الايه؟ الاف بيساوي الام في الايه. الام دي كميه قياسيه والايه كميه ايه متجهه، فحصل ضرب كميه قياسيه في كميه متجهه هديك كميه متجهه. القوه بالنسبه بالميزان الزنبركي لو اثرت قوه في نفس الاتجاه فتكسب الجسم سرعه وتكسب كميه تحرك لو اثرت عليه في نفس الاتجاه. طب لو اثرت عليه في نفس الاتجاه هتكسبه كميه تحرك وسرعه بس بالسالب، فبالتالي سرعته وكميه تحركه هتقل. لو الجسم اتحرك بسرعه منتظمه ده معنى ان محصله القوه اللي بتاثر عليه بتساوي ايه؟ صفر. الاثنين بيلاشوا بعض مثلا، او مجموعه القوى بتلاشي بعضها، في الحاله دي بنستخدم قانون نيوتن الاول. طب لو اتحرك الجسم بعجله منتظمه، خد بالك فرق بين السرعه والعجله. السرعه العجله قانون نيوتن ايه الثاني. عندنا اي قوه بتحسب عندنا سواء كانت قوه سد او شد او وزن او ضغط، بنعوض بها بقانون الاف بيساوي الام في الايه، والسمشن اف بيساوي صفر. دي القوانين اللي ثابته معانا في حل المسائل. عندنا بعد كده التمثيل البياني. في تناظر بين علاقه الاي والتي اللي هي العجله والزمن والسمشن اف والتي. اول حاجه التمثيل البياني الازاحه والزمن لجسم يتحرك بسرعه منتظمه. السرعه المنتظمه بيزيد يبقى تناسب ايه طردي للسرعه والزمن. دي اول حاجه الازاحه والزمن اسف، فالتناسب طردي، كل ما الزمن بيزيد الازاحه بتزيد. طيب بالنسبه السرعه المنتظمه ثابته ما بتتغيرش عشان الازاحه ثابته والمسافه اللي بيقطعها الجسم ثابته. كميه التحرك والزمن قلنا في الدرس اللي فات ان العلاقه بين السرعه والزمن وكميه التحرك والزمن الاثنين علاقه تناظر، يعني الرسم ده هو نفس الرسم ده. العلاقه بين العجله والزمن، لو الجسم بيتحرك بعجله منتظمه يبقى السرعه بتاعته بيتحرك بسرعه منتظمه، يبقى العجله بتاعته ثابته ملوش ايه العجله بتاعته ثابته. طيب بالنسبه للقوه المحصله، الرسم اللي قدامنا ده بيوضح لنا حاجه مهمه جدا، ان العلاقه بين العجله والزمن والقوه المحصله والزمن دي علاقه تناظر. يعني الرسم البياني بتاع العجله والزمن هو الرسم البياني بتاع القوه والايه والزمن، وزي ما احنا شايفين في الاشكال اللي قدامنا دي كلها كده. طيب جميل قوي. عندنا بعد كده تطبيقات حياتيه هامه. التطبيقات دي بتيجي كتير في الامتحانات، ركزوا معايا قوي في الجزئيه دي عشان بتتكرر كتير في الامتحانات وبيجي عليها اسئله كتير. عندنا كل ما زادوا الكتل المتصادمه السرعه هتزداد، قوه التصادم هتزيد. يعني لو حذفت مثلا اي حاجه بطوبه صغيره، لو كل ما كتله الطوبه دي تزيد التصادم هيبقى اقوى والسرعه هتبقى ايه؟ قوه التصادم هتبقى اكبر والسرعه هتبقى ايه؟ اقوى. طيب تبع لقانون الاف بيساوي الام في دلتا في على دلتا تي، فبصيت لقانون الام والاف تناسب ايه؟ طردي. ان كل ما الكتله تزيد القوه هتزيد. طيب لو زودت زمن التصادم قوه التصادم هتقل. ده ازاي؟ ده نفهمها ازاي دي؟ لو انت بتقفز من على شيء مرتفع جدا تاخد ايه؟
وقت قليل، تاخد وقت ايه، تاخد وقت كبير. فلما قوة التصادم تزيد، ولما قوة زمن التصادم بيزيد، قوة التصادم ايه بتقل. عشنا مثلا بنا بسرعة على العنصر الثالث او الرابع، هو العنصر هو علاقة بين الكتلة والزمن. في مقارنة مهمة جدا بين الكتلة والزمن بتتكرر كتير في الامتحانات. الكتلة دي مقدار ممانعة الجسم لأي تغير في حالته، والوزن ده عبارة عن قوة جذب الأرض للجسم. طيب نوع الكتلة زي ما احنا واخدين في الترم الأول إنها كمية أساسية، والوزن زي ما خدنا زي ما احنا عارفين إن هو كمية إيه مشتقة، لأنه حصل ضرب كمية مشتقة دبليو بيساوي الإم في الجي، حصل ضرب كمية قياسية في كمية متجهة فهيديك كمية متجهة. العلاقة الرياضية من قانون نيوتن الثاني، الاف بيساوي الام في الايه، هتجيب الام لوحدها في طرف، يبقى الام هتساوي اف على ايه، الدبليو بيساوي ام جي زي ما عرفنا. وحدة قياس الكتلة كيلو جرام، وحدة قياس الوزن بالنيوتن. صيغة الابعاد زي ما احنا خدنا في الترم الاول. التأثير بالمكان، الكتلة ثابتة ما بتتغيرش في أي مكان، بس الوزن هو اللي بيتغير في المكان باختلاف عجلة الجاذبية الأرضية. في ملاحظة بسيطة جدا، إن وزنك على الأرض بيساوي سدس وزنك على القمر. يعني أنت لو وزنك على الأرض 60 كيلو، بوزنك على القمر قد ايه؟ 60 اسيد هيديك كام؟ هيديك 10 كيلو جرام. طيب جميل اوي. عندنا بعد كده امثله على قانون نيوتن الثاني. مثال الاول، تتحرك سياره كتلتها 100 كيلو جرام من السكون بعجله منتظمه لتكتسب سرعه 20 متر على الثانيه خلال زمن 5 ثواني. الخطوات اللي احنا بنستخدمها في حل المساله 3 خطوات. اول حاجه بنكتب القانون، تاني حاجه بنكتب المعطيات، تاني حاجه بنكتب القانون، تالت حاجه بنكتب التعويض. طيب المعطيات اللي عندنا ايه؟ اول حاجه الكتله 1000 كيلو جرام. طيب عندنا بعد كده السرعه 20 متر على الثانيه. عندنا بعد كده الزمن بيساوي كام؟ 5 ثانيه. مطلوب مننا نحسب القوه المؤثره اللي بتاثر على الجسم. لو احنا واخدين من قانون الاف بيساوي الايه، اف بيساوي الام في ايه. طيب الايه بنجيبها منين؟ الايه نجيبها، الايه بيساوي اول حاجه كتبنا المعطيات اللي معانا 1 2 3، كتلة وزمن وكتلة وسرعة وزمن. الايه بيساوي الايه، تاني حاجة بنكتب القانون، الايه بيساوي الفي على التي، معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. الفي على التي بتساوي كام؟ الفي عندنا بكام؟ الفي ب 20 متر على الثانية، وخد بالك احنا شغالين بالوحدات العالمية، كله كيلو جرام ومتر ثانية، هتساوي 20 على كام؟ هتساوي 20 على 5، 20 على 5 هيدينا كام؟ هيدينا الأربعة. ومننساش أهم حاجة وحدة القياس اللي هي متر على الثانية تربيع، وحدة قياس العجل. طيب جميل قوي يا مستر. عايزين ايه؟ عايزين القوة. الاف بيساوي الايه؟ الاف بيساوي الام في الايه. الام عندنا بكام؟ الام عندنا ب 1000 كيلو جرام مضروبة في الايه؟ في الايه اللي هي كام؟ في الايه اللي احنا لسه جايبينها اللي هي باربعة. 1000 في 4 هيديك كام؟ هيديك 4000. وما تنساش وحدة القياس 4000 نيوتن. يلا بينا بسرعة على المثال الثاني. أثرت قوة أفقية مقدارها 20 كيلو جرام على جسم كتلته 3 كيلو جرام موضوع على سطح أفقي، فتحرك الجسم مع عجلة منتظمة مقدارها 4 متر على الثانية، فإن مقدار قوة الاحتكاك بين الجسم والسطح يساوي. طيب جميل أوي. عشان نحل المسألة دي أول حاجة بنكتب المعطيات زي ما اتعودنا. أدي الكتلة زي ما هي موجودة، وأدي القوة زي ما موجودة، وأدي الكتلة، وأدي العجلة، وطالب مننا نحسب قوة الاحتكاك. لو أنتوا فاكرين كنت قلت لكم في أول الدرس القانون بتاع الإيه؟ بتاع في حالة جسم فيه احتكاك بينه وبين سطح تاني، كان بيقول اف محركة بيساوي اف مؤثرة ناقص اف ايه؟ اف احتكاك. طيب الاف المحركة عايزين نحسبها، الاف المؤثرة بكام؟ موجودة عندنا 20 كيلو جرام ناقص الاف المحركة، عشان نجيب الاف بيساوي الايه؟ الام في الايه. فعندنا الام وعندنا العجلة. عندنا الام بكام؟ الام ب 3 كيلو جرام والعجلة ب4. 3 في 4، وركز على الوحدات الأساسية تاني عشان ما تتلخبطش في التحويلات. أهم حاجة الوحدات الأساسية تبقى كله بالنظام العالمي للوحدات اللي هي كيلو جرام ومتر وثانية. 3 في 4 هيديك كام؟ هيديك 12. هتنقص 20 من 12 هيديك 8 نيوتن. يبقى الإجابة الصحيحة رقم كام؟ رقم ألف. طيب يلا بينا بسرعة مستر على المثال التالي. كرة تنس كتلتها 6/10 كيلو جرام ضربت بمضرب حيث كان زمن التلامس بين المضرب والكرة، ده الزمن، زمن التلامس ده الزمن، ودي الكتلة اللي هي ام، فانطلقت بسرعة، وهذه السرعة في فإن متوسط القوة المؤثرة على التنس بواسطة المضرب خلال فترة يساوي. عايز متوسط القوة. طيب جميل قوي. الحل بتاع المثال ده فوق هنا هنكتب أول حاجة المعطيات، أدي الكتلة، وادي التغير، وادي الزمن دلتا تي بيساوي 4 متر على الثانية، وادي التغير في سرعة 55 متر على الثانية. كل المعطيات اللي موجودة عندنا. أدي أول خطوة بنكتب المعطيات. تاني خطوة بنكتب القانون. القانون عندنا إيه؟ إن الإف
لو انتوا فاكرين ان هو كان بيساوي الدلتا بي على الدلتا تي، معدل تغير كميه الحركه بالنسبه للزمن. طب ليه اخدنا القانون ده او استخدمناه ليه؟ عشان احنا عندنا لو بصيت للمعطيات الحاجات اللي قدامك دي هي اللي تحل القانون، فانت هي اللي تحل المساله، فانت بتدور على القانون اللي موجود فيه الحاجات دي. طيب الام عندنا كام؟ ب6 من 10. الدلتا في ب55 على الدلتا تي اللي هي 4 متر على الثانيه. كان عندك الزمن بكام؟ فاذا كان زي ما اتكلمنا زي ما نضرب 4 متر على الثانيه، هتحسبها بحسبه بسيطه على الحسبه يطلع معاك 825 نيوتن، اللي هي الاجابه رقم كام؟ رقم ج. بكده اكون خلصنا الشرح وخلصنا الامثله. يلا بينا بسرعه على الواجب. الواجب ده حضرتك هتحله وتبعت الاجابات في التعليقات، هتلاقي لينك التحميل بتاع صفحات الواجب موجود في صندوق الوصف. عندنا بعد كده ده التلخيص ده عباره عن ملخص كامل للدرس في صفحتين فقط، يعني او في 3 صفح بالكتير، 3 صفح. ده التلخيص للدرس اللي احنا شرحناه النهارده. ان شاء الله يبقى معاك اخر الترم ملخص كامل للمنهج، مش هكمل بتاع 10 15 صفحه بالكتير. ان شاء الله اشوفكم في درس جديد اللي هو الجاذبيه الكونيه، ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 7 مساء. اشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.